السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. هنبدأ كلامنا بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. واحنا معانا الكوباية دي، ايه اللي في الكوباية؟ الكوباية فيها فيل لا ده فيها جوزة الهند. هنشوف جوزة الهند ده هنعمل منه ايه ان شاء الله، ونشوف كده مع بعض واحدة واحدة. والمكون اللي معانا اللي هو جوزة الهند هنطلع منه حاجتين مفيدين للشعر وللبشرة، وبجد بجد يعني رطوبة، يعني تنعيم، يعني ترطيب، يعني بصي زي ما تقولي قولي. احنا هنجيب كده جوزة الهند اللي هو البشر الناعم، هنجيبه ونجيب كوباية معيارية اللي هنعاير بها المية، هي اللي هنعاير بها جوزة الهند. تمام. احنا زي ما بوريكم كده بقول لكم جوزة الهند اللي هو البشر الصغير الناعم ده. طبعا عشان هاش لو بتاخدي كوباية اكبسيها، يعني اكبسي عشان تملي. فهي كوباية انا بوريكم، لكن انا هملاها للاخر، هملاها تبقى هرمية كده مليانة للاخر. تمام. ويكاد ان انا حطيت شوية كمان، يعني كوباية ونص جوزة الهند. هنحط عليهم مية مغلية كوبايتين مية، هنحط عليهم مية مغلية كوبايتين الا حاجة بسيطة يعني. هنسيبهم قيمة ساعة، وبعد الساعة دي هناخدهم ونضربهم في الخلاط. هتركها قيمة ساعة زي ما انا بقول لكم، وهناخدها بقى على شفشق الخلاط، وهنحطها بميتها كده وهنضربها ضربا مبرحا. ضربا بصوا، يعني قول زي ما تقول قول، ضربا مبرحا. وهنضربها ضرب حلو زي ما احنا بنقول كده. وبعد ما تتضرب كويس هنبدأ نعمل فيها ايه، نحاول ان احنا نصفيها بقى بشاشة. انا يعني في اشرب عندي بعملاه للوصفات بصفي بيه، يعني بينقيلي اللي انا بصفيه كده، ما بينزليش اي حاجة خالص. او لو عندك شراب يكون شارياه ان انت تصفي بيه، شراب لسه جديد، او شاشة اللي تفضليه، بس حاجة تكون نظيفة طبعا معقمة. انتوا شايفين ايدي مغسولة ويمكن المية بتبرق عليها، هي ببرق. في نفس الوقت يعني دايما وصفات الشعر وصفات البشرة علشان اي بكتيريا اي حاجة يعني انها تلوثها، لازم نكون معقمين كل حاجة، ايدينا تكون مغسولة كويس، الشيء اللي احنا بنصفي بيه يكون برضك مغسول كويس. فزي ما انتوا شايفين ان انا صفيته، وهو ده بقى اللي بيسموه حليب جوز الهند. وده البشر اللي احنا بعد ما صفناه مش هيترمى. تعملي بيه تقشير، تعملي بيه ماسكات برضك مش هيترمى. ممكن تضيفي عليه مية تاني وتستخلصي منه برضك ايه، الحليب جوز الهند. تمام. بعد من كده بحطه بقى في اناء، واغطي عليه سواء بالاسترتش اللي هو اللي بتاع الاكل، او دول انا كنت شارياهم كده، يعني اي بواقي اكل بغطي بيها علشان ما تلقطش اي حاجه. وبنسيبها بقى ايه، 4 ساعات او 5. بيكون، شفتوا لما يكون لبن انت غلياه وبيكون القشطه بتاعته، هي دي هتبقى نفس الفكره كده او زي ما انتوا شايفين. بس طبعا بيطلع معايا ميه، فانا هحاول اصفيها اوامك. وفعلا انا صفيتها، بس علشان انا تركتها شويه، انا تركت الوش اللي انا خرجته قدامكم تركته شويه، فهو بدأ يسيح. لكن هو زي ما انتوا شايفين خدتها بقى على نار زي الشمعة، نار زي الشمعة. اللي انت مصفياه ده، الوش اللي انت خدتيه ده، بتحطيه بدون اي نقطة مية. يعني حاولي ان انت تصفي يا دوبك تاخدي الوش بس، وبتحطيه كده وتهدي النار زي الشمعة عليه. زي ما انت شايفة كده قاعد بيسرد الزيت بتاعه. في الاول بتحسي ان هو زي اللبن، وبعد من كده شفتي لما بتكوني بتسيحي سمنة، هي نفس الفكرة. تمام. بيتكتل كده اللي هو اللي زي اللبن دوت المتكتل ده، بيتكتل وبيسرد بقى الزيت اللي فيه. فانا طبعا كنت قاعده كل شويه بقلبه وسايبه النار زي الشمعة، ما تعليش النار لا يتحرق. زي ما انتوا شايفين اهو، استخلصت منه الزيت قدامكم اهوت. وطبعا نار هاديه جدا جدا، واوعي تتلسعي، حسبي برضك لا تتلسعي. فانا خدتها برضك اللي بعد ما ساح خالص، خدته كده على جنب، وبدات ان انا اضغط عليه بالمعلقه علشان يصفي كميه الزيت اللي فيه. وجبت ازازه صغننه او برطمان ازاز صغير. طبعا انت عاوزه تضعفي الكميات ضعفي، انا كنت بوريكم الفكره وانتم تعملوها وتجربوها. وانتوا عارفين يعني ايه زيت جوز الهند ويعني ايه حليب جوز الهند، بيدخل في كل الماسكات وفي كل التركيبات. زي ما انتوا شايفينه زيت نقي 100%. انت اللي مستخلصاه، انت اللي عاملاه، اكيد هيبقى نقي وجميل. وكفايه ريحته الجذابه، ريحه جوز الهند الصافيه الجميله دي الحليب.
واستخلصت الحليب زي ما انتم شايفين، وجنبه جوز الهند. يا ريت تجربوه، ما تنسونيش باللايك وبتعليقاتكم الجميله، وتشجعوني بالله عليكم. واستودعكم عند الذي لا يضيع عنده الودائع، واقول لكم مع الف سلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.